السلام عليكم، كيف دايرين اليوم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير. انا جيت اليوم باش نكمل لكم القصه ديالنا ديال سلاف. يلا استعدوا باش نبداو. البنات تقلبوا وعطاو الشيفور بالظهر، كيشوفوا في ديك العظمه اللي طالعه للطوبيس وباين غير من حوايجو بلا ماشي شمكار. بقات كتقلب حتى عيات وهي تطير، ومشات وسط البنات وقفات وسط منهم وعطاتو بالظهر. هو بقى في بلاصتو ملي شافها وسط البنات، ولكن غير خوى الطوبيس شويه وهو يقرب فين واقفه، حتى وصلت المحطه ديالها وهي تنزل. تبعها بشويه عليه ويديه في جيابو، حيت هو كيخطي خطوات كبار وهي كتخطيهم صغار. بقى كيدوز من ستوب لستوب حتى قرب لستوب الاخر، وهي تكسيري وهو يشدها من الكول ديال تريكوها. ما جات فين الدور حتى داز من حداها الطوبيس عاد طلقها. هي بقوه الصدمه ما قدرت لا تهضر ولا دير شي رد فعل، فقط زادت كتجري وهو تابعها. وصلت لافاك على اعصابها، وقالت في خاطرها صافي غادي غير ندخل، ما غاديش يقدر يدخل. غير دخلت وهو يتبعها. بقات غاديه حتى وصلت لونفي، وقالت غير غندخل لونفي ما غاديش يدخل. دخلت ومشات للطاوله الاولى تجلس فيها فرحانه حيت ما غاديش يدخل. غير عيطات ليها صاحبتها وهي تلفت حتى لقاتو جالس في الطاوله الاخرى في لونفي، وكلشي كيشوف فيه وخصوصا البنات. وبقى لها غير تندب، اما حتى البكا ما بقاتش قاده تبكي. على نفس الموال رجعت للدار وهي كترعد وما قالت لماماها والو. فكرت يمكن بلا ما عطاتوش وجه راه ما غاديش يرجع. داز داك النهار وجا الغد ليه نفس الديكور، عاوتاني الغد ليه وبنفس الديكور لمده 15 يوم. صافي حتى حسات راسها سكتات بزاف، وداكشي ما بقاش خاصو يتسكت عليه. قالتها لمها وباها وخرجوا عنده يهضروا معاه، ما جاوبهمش كاع، بقى غير كيشوف فيهم. با حيت راجل كبير وعلى قد الحال ما عرفش كيفاش يتصرف معاه، غير انه يمشي عند البوليس اللي جاو بغاو يديوه. حتى جات واحد كات كحله فيها شي مسؤولين، صيفطوا البوليس ودخلوا عند الاب والام هضروا معاهم. كملوا وخرجوا ومشاو يقدموا تقرير للمسؤول الكبير. ملي مشاو عند المسؤول سولهم المسؤول على التقرير ديالهم. الخدام جاوبوا راه سيدي طاح لينا في واحد البنت ما بقاش بغا يتفرق معاها، ولا حاضيها الليل والنهار، تحركات يتحرك، دخلات يبقى شاد العسا على الدار حتى تخرج. قليل فين يرجع للدار، ولا رجع غير باش يدوج، اما شحال من مره كينعس تما. وهادشي خلق رعب عند البنت ووالديها، حيت كيتصحاب لهم شي حمق ولا شي حشاش شاد في بنتهم. البنت بان عليها الخوف بزاف وما عرفناش كيفاش نتصرفوا في هذا الموضوع. المسؤول جاوبوا حد الان ما وصل البنت بوالو، ما اداهاش. الخدام جاوبوا لا اسيدي، غير من اتساع حاضيها، وحنا هضرنا مع والديها تعتبر وجوده ما كاينش، ولا وصلها بشي حاجه غادي يلقاونا ديك الساعات، راه مراقبينه من بعيد. والديها حيت ناس دراوش تقبلوا وسكتوا، حيت ناس كبار وما عندهمش لا سوابق لا هما ولا ولادهم، ناس بسطاء ومسلمين. المسؤول قال لهم صافي مزيان، هاد التصرف مزيان، فيك تمشي تشوف خدمتك. المسؤول شخصيه مهمه في المخابرات الدوليه، ونور الدين كيخدم معاهم. ما كيخدمش في المخابرات الداخليه، كيخدم غير في الخارجيه وبعد لا خارجيه، غير المهمات الكبيره والصعيبه. مؤخرا مشى لروسيا على شي ميسيون جديده كتعلق بنوع جديد ديال المخدرات ما كاينش، ومشى يشوف اصل المشكل منين بدا. وهاد المهمه السريه اللي مشى ليها داخله فيها بزاف ديال الدول اللي ما بغاوش هاد النوع بالضبط ديال المخدرات يدخل بلادهم، حيت مشكلته ماشي بحال الحشيش ولا الكيف ولا الغبره البيضاء ولا السماطي، يعني الكينات اللي كيتعاطاو ليهم البراج ديالنا. هاد الحاجه كفس. مشى غير وصل نزل الفوطيل عادي. هذاك لوطيل كانوا دايرين فيه حفل خاص بالشواذ والعاهرات، ودايرين كل زبون نزل عندهم ديك الليله غيكون من نصيبه هديه، يا عاهره يا واحد كيناس مع الرجال. هو ملي مشى في المهمه مشى على اساس سياحه، يعني ماشي ديال المهمه. عطاوه روسيا عاهره هو باش ما يثيرش الشبهات قبل بها. لبسات ليه شوميز دو نوي ورشات بارفانها. مني شم ديك الريحه وهو يتكولا. فاق الغد ليه لقاها مازال ناعسه، بقى كيقلب حوايجو لقى داكشي هو هذاك، وهو بدا كيقلب حوايجها وكيحاول يعرف السبب اللي خلاه داخ ولا هكاك، حتى طاح في البارفان ديالها. غير شمو وهو يشك فيه، هزو ورجع للمغرب وقدم تقرير مهمه فاشله. بدا كيشم داك البارفان ونهار على نهار كيشم وكيدمن حتى طاحوا فيه، وخداوه المختبر داروا ليه التحليل، لقاو فيه اخطر انواع المخدرات. ملي داروا ليه هو تحاليل الدم
لقاو نسبة المخدرات مرتفعة في دمه نتيجة الشم. رسميا المهمة كانت ناجحة وفاشلة، حيت قدروا يطيحوا في المخدرات والطريقة اللي كيفاش تروجت بها والنوع ديال المخدرات وكيفاش تصنعت. والمهمة فشلات حيت رجع عميل دولي مدمن، ولكن الإيجابي في الأمر هو ما عندوش نوبة غضب كثيرة وما كيأديش. غير هو قبل ما يجيبوه لهنا نوض ليهم نروحها في كازا بين الشماكريه والشفاره، فين ما يلقى شي مجموعه كتحشش ولا كتسكر كيسلخهم ويقتلهم عصا مزيان حتى كيتفلح جلدهم عاد كيزيد. كاع البوليس ديال كازا تابعينو من قنت لقنت. قرر الاب ديالو واللي هو شخصيه كبيره في البلاد يجيبوه لهنا، حيت هنا الجريمه والمدمنين قلال ماشي بحال كازا. ودابا راه شاد في بنت غنشوفوا عاقبتها وعاقبته كيفاش غادي تخرج، حيت في التقرير جاتهم حالته غتبقى هكا لمده 3 شهور باش الجسم ديالو يتعوض على غياب الريحه وعاد يمشي الميريكان باش يتعالج بشكل نهائي. سلاف جلسات في واحد القنت في البيت كتفكر كيفاش تفك من هاد المصيبه اللي طاحت عليها وكتقلب شي طريقه اللي تبعدو عليها. قررت في الاول تهضر معاه حتى تشوف ردة الفعل ديالو، وإلا ما بغاش يمشي عاد تشوف شنو دير. بقات ليها غير شهور قليله وتخرج من هاد لافاك النايحه. ما خاص فيل زادوه فيله. فوتت الصباح وصل الغدا كلشي دخل يتغدى الا هي اللي مشات جلسات في واحد الكرسي وجلسات كتشوف في الخوا، وهو شد الكرسي اللي مقابل ليها وجلس كيشوف فيها حتى وصلت ساعتها وناضت مشات دازت عند مولات الفوتوكوبي بقات واقفه كتسنى الدنيا تخوى وهي تحني عليها. قالت لها سلاف اختي ما ديريهاش مني قلت الصواب، الا كان ممكن طبعي ليا الكوغ وغدا نجيب لك كمالات الفلوس، هادشي اللي في يدي ما قادنيش حتى في المركوب، الله يستر عليك. دارت هكاك حيت خافت لا تشوه في الطوبيس ودارت بحسابه. بقات مولات الفوتوكوبي كطبع ليها، خدات لي كوغ وطبعاتو وعطاتو ليها، جات تلفت ولقاتو موراها خنزرات فيه مع الصبع حيت خلق ليها مشكل وحشمها مع بنادم. وجاب الله الاستاذ ما كيسوقش شكون كيدخل عندهم محاضرات، كيعرفوا غير يدخلوا يقريو ويمشيو في حالهم. كملت حتى وصلت ل5 العشيه عاد تحركات وهو موراها. دازت عند صاحبتها تسلفات درهم على قبلو وتحركات لجهه الطوبيس. بقات واقفه مده حتى جا الطوبيس، وملي جات تلفت موراها باش تشوف واش تبعها غير تلفتت ما لقاتوش، بقات كتقلب جنابها هنا وهنا ما لقاتوش. تنفست مرتاحه يمكن فهم راسو، ركبات ورجعت لدارهم. قادات روتينها وعاودات لامها شنو وقع ومشات تنعس. طلع نهار جديد على سلاف، لبسات وهزات هاد المره مصروف زايد عطاتو ليها امها وخرجت. غير سدات الباب ولقاتو متكي على باب دارهم، غير شافتو وهي تخرج وهي تقول له صباح الخير. نور الدين كيشوف فيها ما جاوبهاش وهي تقول له الله يرحم لك الوالدين ويخلي لك اللي عز عليك، الا ما سير في حالك عافاك. والو نور الدين ما بغاش يجاوبها، وعاود قالت له غير قول لي شنو بغيتي بالضبط وها انت خويا الا قديت على شي حاجه غنديرها. نور الدين غير كيشوف وساكت، وهي تعاود تقول له وهضر قول شي حاجه. والو ما بغاش يهضر. قالت له والله القسم الى المرض هذا. وعاود قالت له سلاف الله يستر عليك ماشي على قبلي غير على قبل والديا، الله يخلي لك امي ما عزيزه عليك، الا ما سير عطيني بشبر اتساع، هاد الكمره المنحوسه اللي تابعها غتجيك شي مصيبه. نور الدين والو ما بغاش يجاوبها. واش اسمك ما حتى الهضره كتهضر. والو نور الدين والله ما بغى يجاوبها. طلع ليها الدم ودارت ليه بحركه انت حمق. زاد 2 خطوات لقاتو موراها وهي تقول ليه وكلت عليك الله غادي تركب فيا الاعصاب. شوف الله يرحم جدك بغيت تركب الطوبيس خلص على راسك، ما عنديش انا البنكه. ونور الدين مازال كيشوف فيها. مشات وهي كتسب في خاطرها وكتعرق ليه كاع تواصلوا جمعاتهم ليه كاملين، ما خلات ما سبات حتى وصلت للطوبيس. ركب بقاو غاديين والزحام وشي كيدفع في شي حتى دخلت في صدرو وهو تكاها عليه وزير وخشى وجهه في حوايجها ومزير على يديها وكلشي كيشوف فيها شوفه ديال الاحتقار. جاتها البكيه ونزلوا دموعها وهي كترعد وكتحاول تبعد منه وهو مفيكسي ومزيرها حتى طلع الكونترول وهي تزهق منه. مني طلب له الورقه رمى ليه 200 درهم بلا ما يفكر في الصرف ومشى كيجري تبعها حيت نزلات من الطوبيس وقررت تكمل على رجليها لعل وعسى تبرد ديك الشوهه اللي تشوهات على 8 الصباح. بقات غاديه وكتبكي وهو موراها حتى وصلت للافاك. دوزات الكوغ وهي ساهيه في مصيبتها حتى وصل وقت الغدا وخرجت مشات للقهوه ديال لافاك باش تغدى. دخلات يلاه كوموندات على بوكاديوس ما جات فين تخلص حتى لقاتو ماد ليه الفلوس وزيد لها العصير من الفوق. دارت عنده وهزت داك العصير وداك البوكاديوس اللي في الطبسيل
وسيباتهم عليه. وهي تقول له سلف وهي معصبة: الله يحرق جدك وتواصلك كاملين فيما كانوا، يا الحيوان، يا عرة الرجالة، يا الحمار، يا المرض، وكلت عليك الله. اما حتى العبد ما عنده ما يقضي فيك، وكلت عليك الله الا ما عطينيش برد اتساع. يا المرض يا الشماتة، تفو تفو، الله يخليها ساعة اللي شتك فيها. بقات كتغوت وتبكي حتى سخفات. تجمعوا عليها كاملين، بداو كيحاولوا يفيقوا فيها. خواهم وهزها وخرج بها، لقى طوموبيل قدامه ركب فيها وزاد حتى وصل لدارهم. دق عليهم وعطاها ليهم. مشات تكا على السور اونفاس مع دارهم. نعست فيها سلاف يومين، وهاد المره حالفه حتى تطيروا على ديك الشوهه اللي دار ليها في الطوبيس. غادي نوقفوا هنا وقصتنا مازال ما سالاتش. غنتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثالث. وما تنسونيش باعجاب واشتراك وبارطاجيو القصه مع صحابكم وحبابكم. خليتكم على خير، بسلامه.